يا عزوز، انت سايبنا وبتلعب لعبة الطيور الغاضبة على اللاب. الطيور الغاضبة وعلى اللاب؟ يا ابني حرام عليك بقى، انت الزمان جه عندك وقال مش مكمل. وبعدين هو انا بلعب علشان مين يعني؟ مش علشانكم، علشان اقدر اريلاكس كده واركز وانتشلكم من الضياع. انتشلني يا اخويا وماله، انتشل سيدة حسناء قربت على 40 من الضياع. طب ما تخليك انت يا نعناع كده في الضياع زي ما انت، وانا هبعتلك حد يشقر عليكي ويشوف طلباتك كل شوية. اوف. شوف يا عزوز يا ابني، حب الناس كنوز، مش بالعافية يا عزوز. انت بتجيب الجرأة منين تقول كلام الميكروباصات ده بصوت رزين كده؟ دي حاجات منتال بعملها في دماغي. يا عم سيد استنى بقى، خلينا نشوف هيقول ايه. اسمعوا يا جماعة، أنا عرفت إن المخرج العالمي ستيفن سبيلبرج بيعمل فيلم أكشن جديد في هوليود ومحتاج فيه طيارات، فكلمتهم على الفريرة في إيميل وبعت لهم البرزنتيشن بتاعتها وقالوا لي هنرد عليك على السخان يا كابتن عزوز. هم قالوا لك على السخان؟ يا كابتن عزوز، ما هو أصل أنا براسلهم بالهوت ميل. بس ثواني كده، باين إنه وصل. ها؟ لا، ما طلعتش هوليود، دي الهولندية لإبادة الحشرات. ما تشوف كده، يمكن محتاجين طيارات رش مكافحة الدودة ولا حاجة. خلاص سكت. الإيميل جه أهو. اقرا لنا بصوت عالي بقى. يعني هتفهم يعني. دير كابتن عزوز. شوف كاتبين عزوز بالايه. وهي المفروض بتبقى 3 كده يعني بالانجليزي. تلاقي اللي كاتباها بنت سكرتيرة غلبانة، وعم سبيلبرج الله يبارك له عطف عليها وشغلها. كلنا بنعمل كده. سبيلبرج ده أصيل. We are not interested in your offer. interested يبقى جاي لك يا هوليود. دي بقى يا جماعة بيقولوا عليها هوليود ووك اوف فيم، يعني ممر الشهرة في هوليود. انت بتعمل ايه يا هيثم؟ بقرا لهم الفاتحة يا عزوز. هم مين دول؟ مش بتقول ممر الشهداء في هوليود؟ يا ابني هو انا بقول لك محطة الشهداء في رمسيس؟ ممر الشهرة يا غبي. Hey, could you please take me a photo, please? يا ده شكله المخرج باين اهو سبيلبرج. Oh yes, Steven Spielberg. لا بس انت شكلك غير الصور على النت خالص يا سبيلبرج. ما النت بيتخن 4 كيلو يا عزوز، معروفة. على فكرة يا باشا، احنا مش أول مرة نعمل أكشن. Who are you? فاين ثانك يو. بص يا سعادة الباشا، أنا مش عاوزك تقلق خالص. الفريرة دي في السماء حمامة، وعلى المية عوامة، وفي البحر غواصة. والركع اللي سايق برضه يا باشا. بالك انت واحد ايده في العجل من صغره كده زي الكابتن عزوز، ده ما يتقلقش عليه. Who are you? ما قالك فاين ثانك يو. ما تضايقوش بقى يا جماعة بقى. And you? فاين ثانك يو. خلاص اهدى بس كده يا خواجه، ما يبقاش خلقك ضيق. سيبك من العيال دي وخلينا في الشغل. ايرو بلان موفي اكشن تك اراوند. Okay, take a round. يعني نلف 1 راوند بالفريرة ولا 2 راوند ولا 3 راوند عشان كله بحسابه بس؟ As you like. از يو لايك على حق ربنا، ولا ارتاجل وترجع بقى تعمل لي فيها مخرج وتقول لي لا انت ما التزمتش بالسكريبت بتاعك؟ Come on, it's none of my business. ايوه كده يا خواجه، عليك نور قوي. بيزنس از بيزنس. هو مش المفروض يبقى في حد يقول لنا هنعمل ايه، ولا يسيبونا في الطل كده؟ يا عم سيد، ده سبيلبرج. عارف يعني ايه سبيلبرج؟ يعني ايه؟ سبيلبرج يعني ما تقلقش يا عم سيد. غريب قوي ان واحد يسمي ابنه ما تقلقش. ما هو ده زي صابر كده عندنا. ما تقلقش، صابر سبيلبرج الثلاثي. ايوه اسكت بقى، في علامة بترفرف هناك اهي على شكل علم امريكا.
مش شايف حاجة. يعني انا اللي شايف يا عم سيد؟ اهدى بقى. Attack, attack. Alpha 1, Alpha 1. وسع كده بقى. بينهم بدأوا يصوروا وخوز وبتاع ومكلفين ولاد اللذينه. بركاتك يا عم سبيلبرج يا جامد. في 67 الطيران الإنجليزي كان كان ايه يا عم سيد؟ تقصد في 68؟ لا خلاص خلاص. لا قول كان ايه؟ انا راجل ديمقراطي واحب اسمع حكاياتك. هموت. لا لا لا، خلاص خلاص. ايوه كده. You have penetrated an airspace for the United States of America. عم سبيلبرج قال اكشن يا خواجه ولا ايه؟ Identify yourself. Identify yourself. سيلفي؟ ده وقت سيلفي ده يا خواجه؟ تصوير ده ولا بروفة؟ طيب ما تنوروني. الراجل بيقول لك الرخص بينها لجنة ولا كمين ده؟ انا في فترة السماح يا خواجه، بجدد الرخصة كل 3 سنين. الله 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 الله، انتوا هتتكاتروا علينا ولا ايه؟ يبقى بيقولوا كده بقى مثل، يبقى هم كده بيصوروا. شغل الاكشن يا عم سيد. الناس دي بتتغاشم يا عزوز وملهاش في السواقه خالص، خلي بالك. دي سينما يا عم الغبي انت. يعني مش بعيد تلاقي الطيارات دي كرتون أصلا. دول غشمة فعلا، بس تلاقي كل واحد فيهم عاوز يثبت نفسه قدام المخرج علشان ياخده في الفيلم الجاي. ما تدهمش فرصة يا عزوز. لا 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 لا. اعدل الفريرة يا عزوز، هرجع. مش عارف ننزل نهبط بقى ولا لسه في بريك وهنكمل شغل؟ شكلنا هنكمل شغل. الله لا 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 لا، ايه ده؟ ده نظام غل بقى، مش اكشن نضيف ده يا جماعه. الحق يا عم سيد، دول بيغفلونا. يا ولود يا ولود. قفزة الثقة. نموت بصاروخ احسن ما نموت خرعانين. Mission accomplished. Mission accomplished. نعناعة، حضري الخلطة يا نعناعة. هتعمل ايه يا مجنون انت؟ هم اللي ابتدوا يا عم سيد. الطيب احسن يا ابو الكباتن. كابتن عزوز ما يتعملش فيه الحركة دي أبدا، ولو حتى بهزار. الخلطة في بطن الفريرة، الفريرة شايلة الخلطة. استعنا عشاء بالله. احنا بطننا تستحمل خلطة الشطة اللي بتحطها نعناع في السندوتشات، انما أنا عارف أنت عاوز تقول إيه يا عم سيد. طياراتهم مش هتستحمل اللي بطننا بتستحمله. بالظبط كده. ما عشان كده أنا هضربهم بالخلطة. يا راجل، طب مش تقول كده من الصبح؟ شوف، وانا اللي كنت فاكر انك هتضربهم بالخلطة. لا، وده كلام برضو. افتكر يا عزوز كويس ان اي حاجة هتعملها احنا في ظهر. ما هو ده العشم برضه يا عم سيد. سبحان الله، الطيارات ما استحملتش خلطة السجق ثانيتين. امال بقى لو كنت ضربتهم بخلطة الكبدة. ياد يا هيص، ما لمحتش ارض. شكلنا تونة وعم سبيلبرج هياكل علينا المصلحة. لا لا، ما يعملهاش. لا، انت مالي ايدك قوي من الراجل ده كده ليه؟ دي مسألة ثقة بالنفس يا عم سيد. ما هو اخدان الحق صنع برضه يا عم عزوز، وانت ما تاخذنيش يعني. ايه؟ يا اخي ما تبقاش كده، بهزر معاك. ايه ده؟ ايه اللي هناك ده؟ بينها ملاهي ولا حاجة. عامل زي بيت علاء الدين. طب وانت شفت بيت علاء الدين ده فين؟ في الكرتون.
الحق يا عزوز، عندنا ضيوف. خروشوف؟ ده احنا باين لنا رحنا روسيا. طب خلينا والنبي يا عزوز نشوف لا ما نطيتش. ما تصغرش مخك بقى يا عزوز، احنا مش في الاولمبيكيات. يلا دورك. صدقني ما نطيتش يا عم. لا حول ولا قوة إلا بالله. والزلطة هتنط بس ازاي على الأسفلت؟ اسفلت ايه يا اللي عندك قصر نظر انت؟ احنا بنرمي على بركة المية اللي هناك دي. فين يا أخويا؟ سلامة عينيك العسلية يا عسلية، ما هي قدامك اهي هناك. فين يا أخويا؟ اسم الله على مقامك. يا بنتي ما تبصيش تحت رجليكي، اهي بعيدة اهي. يكونش قصدكوا على المية اللي هناك دي؟ ده سراب. سراب؟ سراب، خداع بصري يعني. مفيش بركة ولا حاجة غيرش بس قلة الشغل والفضا واليأس بيهيأ لكم حاجات كده. افرجها من عندك يا رب. سراب؟ وانا اللي كل ده مرعوب لكون ما بعرفش احرك المية الراكدة. وانا بقول الزلطة ما بتنطش على وش المية ليه؟ لا يا ولا، وانت موهوب قوي. غيرش الاسفلت بس. عيب يا عزوز، انا طول عمري نجم، اقرقش ازاز، اجر عربيات، اطبق عملات فضية. انت هتقول لي طبعا، ده انت اللي خرمت الربع جنيه يا هيصة. انت مش مصدقني؟ ده انا كنت بجيب 4 يكتفوني وهوب افك نفسي في اقل من فهمته ثانية. وانت ما عندكش موهبة مدفونة انت كمان يا عم سيد؟ تحط اللمبة على اي حتة تنور، صح؟ انا كنت الاربعة اللي بيكتفون، واحيانا كنت بحرك المية الراكدة. لا، لو على المواهب بجد تبقوا جيتوا منطقتي. انا كنت مشهوره ان البريمادونا بتاعت فرقه الفنون الشعبيه في مركز الشباب زمان. ده انا كنت اجدع برالينا ترقص على شكشك مرزوقه تعالي جنبي. قصدك بلانيلة؟ يا سلام على كل المواهب دي وعواطلية، وما جالناش زبون واحد يوحد ربنا من اكتر من شهر. نقول ايه بقى؟ 7 صنايع والبخت ضايع. ثانية واحدة يا جماعة، هي البلد اللي بتبقى عايزة تنشط السياحة وتشغل نفسها لما تعطل زي حالتنا كده يعني بتعمل ايه؟ تعمل حفلات، تعمل دعاية، أولمبيكيات، مهرجانات احنا بقى هنعمل كده. هنعمل مهرجان. العب يلا تم تم تم، العب يلا تم تم تم، العب يلا ارقص يلا تم تم تم، ارقص يلا. اخرس يا ابني. احنا هنعمل يا جماعة اكبر مسابقة للمواهب. الله، مسابقه يعني اعلانات ومتسابقين وجمهور ومشاريب وسندوتشات ودعاية وأخبار وصحافة ومصورين وزباين وشغل وفلوس. والعب يلا تم تم تم، العب يلا تم تم تم. وهنعمل مسابقه في ايه يا عزوزي؟ اضخم مسابقة فنية تنافسية. هنعمل مطار امبابة جوت تالنت. اهلا وسهلا، نتعرف بيك. تتعرف بيا؟ في ايه يا كابتن عزوز؟ انت مش نايم كويس ولا ايه؟ انا زغلول. منين يا عم زغلول؟ منين يا عم زغلول؟ لا حول ولا قوة الا بالله. من امبابة يا اخويا. ايه يا عم سيد؟ تاني بيت من بعد بيتكم تنسيتني ولا ايه؟ محضر لنا ايه يا عم زغلول؟ انا قلبي برج حمام، اكل الحمام منه. انا قلبي برج حمام، اكل الحمام منه. ما هو هجي من صوتك يا ابني، واضحة. صوتك بيوجع يا عم زغلول، والنعمة دي بيوجع. وبعدين ايه اللفة دي؟ قلبك برج حمام بس هج الحمام منه. قالك طب ما تقول انا قلبي برج وخلاص يا عم. بس على العموم شكرا يا عم زغلول، حظ موفق المرة الجاية ان شاء الله. طب ممكن فرصة تانية؟ أصل بصراحة كنت خايف وهيب اللجنة يعني علشان واقف قدام إمم زي حضراتكم يعني. معلش يا عم زغلول، بس علشان يعني ندي فرص لكل المواهب. احنا اسفين، سوري. نيكست. نتعرف بيكي. اخيرا. طب ما انا ملقحه قدامك في المطار دي ياما. هو انت جاي دلوقتي بس تفتح لي قلبك وتلاقي كده وتقول نتعرف يا جميل؟ ايه يا بنت النعناع، انت هتتلككي ولا ايه؟ اسمك ايه يعني يا نعناع؟
نعناع القرنفلي 011 522. بس ايه ده؟ وقع يعني. اسمك بس يا اختي. ها هتسمعينا ايه؟ يلا عادي، مش حكاية، يعني مش طالبة دراما. ايوه يا بنتي كده، ربنا يهديكي. ليه دراما ونكد؟ ها هتسمعينا ايه بقى؟ دي الأغنية يا عم سيد بتاعت خانات الذكريات. يا سلام، غلطانين بقى نعنوعة بصوتك اللي عامل زي الكروان ده. وفي خانات الذكريات حط اسمك في المواجع، تحت خانش الملحوظات اكتب الجرح واجع. لا ألف سلامة عليك يا نعنوعة، إن شاء الله اللي يكرهوكي. لا بس النظام حلو وما يزعلش حد، وبرضه ما فيش حاجه تروح كده ولا كده. ايوه يا عم سيد، بس كل الخانات والبنود والفهرسه دي وهي قايله في الاول ان مش طالبه دراما. تخيل بقى لو طلبت معاها دراما هتزعلنا ازاي. لا يا حبيبتي، يلا يا نعناع، يلا اتكل على الله، يلا يلا يلا. يعني ايه؟ مش هسافر بريود؟ يا بنتي كني في بيتك وارتاحي، ده انت لسه قايله ان لسه الجرح واجع. يلا عادي، هي جت على جرحي يعني، ما الجراح بالكم في قلبي عادي يعني. بس بقى يخرب بيتك يا نعناع، مش طالبه دراما خالص بقى. نكست. شوف بقينا فين، شوف بقينا فين يا عزوز يا ابني، وهي راحت فين. شوف خدتنا لفين يا ابني، وشوف سابتنا فين. شوف بقينا فين، شوف بقينا فين. قالوا علينا ديابة واحنا يا ناس غلابة. يا مغنواتي غني حكايتنا عوا بابا. مرة واحد مستعبط اتجوز واحدة مستعبطة، خلفوا عيال مستهبلة. استعبط الأب وعمل نفسه ميت، استهبلوا العيال ودفنوه. إيه ده؟ طب سمعتوا النكتة بتاعت ال3 حمير اللي قالوا لأ؟ لا وانا الواد الجن اللي لا يهدى ولا يون، طالع زين نازل زين، يا الله. اللي يخاف من العفريت يطلع له ينزل له، عو 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 عو. طب والله العظيم كنت بقرقشه زمان زي الويفر. حد بيعرف يخيط هنا يا جدعان؟ ماشية سنيورة كده كده هو، عايزة لها صورة كده كده هو، بصت في العدسة كده كده هو، راحت مكسورة كده كده هو، بيقروا عليا وبيحسدوا فيا. على ايه يا اختي والنبي؟ ده انتي شبه وش رجلي. يعني إيه يا جماعة؟ الله، مطار امبابة جود تالنت، نو تالنت خالص. شكله ده كمان طلع سراب يا عزوز يا ابني. مش وقت عمق خالص يا عم سيد، مش وقته ابدا. احنا محبطين، ده مفيش صحفي عبرنا. جت الحزينة تفرح. طب هنعمل ايه؟ هنيأس؟ لا، اقول لكم احنا هنعمل الاولمبيكيات. يا عم سيد وحياة ابوك حس بينا بقى، ده احنا بننهج واحنا بنجري على التايم لاين بتاع الفيسبوك، تقوم تقول لي اولمبيات؟ وبعدين ايه اولمبيكيات دي؟ هنعمل ايه طيب؟ نمد ايدنا؟ نشحت؟ نقول لله؟ بت يا نعناع، احنا نعمل دعاية نفكر ازاي نشغل الفريرة اللي عطلانة دي، انما نزل روحنا ونقل من نفسيتنا، لا يمكن يا نعناع. احنا نموت من الجوع ولا نعمل اي حاجة تقلل مننا. ده انا الكابتن عزوز، انا الكابتن عزوز.
شك مرزوقة تعالي جنبي، شك مرزوقة تعالي جنبي، تعالي جنبي، تعالي ساتر يا رب. ايه ده؟ انتوا واكلين حاجه بايظه ولا جالكم برد في معدتكم وانتوا راجعين من رحله هجره موسميه ولا ايه؟ اوعى تلمس حاجه يا كابتنه، ما تغيرش اي حاجه في مصلح الجريمه لحد ما المعمل الجنائي يجي يحرز عينه ويجيب تقرير الطبيب الشرعي. سيب كل حاجه زي ما هي. هيصه، انت يا ابني مش كنت بطلت الزفت اللي بتضربه ده وفقت وبقيت مواطن صالح؟ يا كابتن افهمني وفوق انت واصحى للكلام. احنا بنتحارب باقذر الوسائل زي ما انت شايف كده. بنتحارب؟ قصدك ايه؟ اللي احنا فيه ده مش مجرد دور اسهال عادي يعني بسبب تغيير الفصول؟ لا طبعا، انا لسه معدي من قدام برج الحمام من شويه كانوا سابقا برج الحمام سابقا، دلوقتي بقى اسمه برج المراقبة. احنا مش راضينا حمام المطار ودفعنا لعم زغلول عامل البرج قرشين خلو رجل وبقى عندنا حق انتفاع من البرج وعايشين في سلام. ايوه حصل، واتفقنا نبقى احنا والحمام حبايب. بس عم زغلول عامل برج المراقبة بيقول لي ان الحمام دلوقتي قافش وقالب عليك، وبيقول ان هم بيبلغوك ان المرة دي قرصة ودن. يا نهار ابيض، كل ده قرصة ودن؟ امال المرة الجاية هيبقوا واكلين ايه؟ طب ما فهمتش يا هيصة، من عم زغلول حمام المطار ده قافش علينا ليه؟ قال لك ما بتحترمش حرمة البرج، داخلين خارجين براحتكم ومش مراعي وجود سيدات وانسات بين الحمام، وان الكلام ده ما ينفعش، وبيبلغوك ان برج المراقبة ده محترم وفي مطار محترم. الله الله الله، يعني ايه بقى الكلام ده؟ احنا اللي شغلنا مش محترم؟ ليه؟ بننقل اخبار، بنوصل رسايل، جواسيس. طب والنعمة لا نايمك من المغرب يا حمام مطار امبابة. الحمام بينام المغرب اصلا على فكره، مش خطر انت كده يعني. هو التهديد بيتقال كده يا عم سيد؟ ما تضيقش بقى. لا يعني اصلك بتهدد حمام، يعني ممكن تقول له مليون حاجه توجعه. شوف يا عزوز يا ابني، انت ممكن تساله تحب احشيك فريك ولا رز، تكلمه عن فوائد شوربه الحمام، مش تنيمه من المغرب. مفيش خيال خالص. انت معايا ولا معاهم ولا انت جعان ولا ايه حكايتك بالظبط؟ احنا عندنا ازمه. أزمة ايه؟ امال لما تعرف عم زغلول قال لي ايه؟ قال ايه؟ الحمام اللي عمل ده عنده انفلونزا الطيور؟ قال لي ان حمام المطار بتاعنا بعت يجيب حمام السلام ويقطع الطريق ومش هيخلينا نستخدم المجال الجوي ولا نطير بالفريرة خالص. حمام السلام ده عمباد ولا يا جدعان؟ هيقطع الطريق يعني ويبلطج؟ حمام السلام 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 يا كابتن، حمام دار السلام يعني، مش حمام السلام دوكا اللي بالك فيه بتاع غصن الزيتون وكده. يا نهار ابيض. طب هنعمل ايه يا عم سيد؟ هنرجع بقى للشقاوة تاني ولا ايه؟ نجهز النبل وننظف بندقية الرش؟ شوف يا عزوز يا ابني، مرحله النبل دي مرحله خطره قوي. خلينا نعمل محاولات للتفاوض السلمي الاول، يعني نقعد على الترابيزه ونتكلم. سلمك ايه بس يا عم سيد؟ دول عملوا بتبيع علينا، يعني بيعلموا علينا حرفيا. برضو يا ابني نسمعه. شوف يا عزوز يا ابني، خلينا نمد احنا ايدينا للسلام. ماشي، رتب لنا قاعدة مع عم زغلول هيصة نعرف بقى منه مطالبهم ونحاول نقنن أوضاعنا من غير دم ولا فريق. طب والنعمة دي ده الشر ودخل ما بينكم، ما طول عمرنا احنا والحمام حبايب. حبايب مين ياما؟ ده احنا بنحشيه ونخيطه وناكله. ماله الحمام يا عم زغلول؟ بينوح ليه؟ زي ما عيسى بلغك كده يا كابتن عزوز، الحمام قافش عليك. بصراحة كده مش عايزك في البرج من الآخر، ولا في المطار، ولا في الجو أساسا كله. شوف يا زغلول يا ابني، انتم الان تحرقون اغصان الزيتون. والله لولا عم السيد كحمامة سلام في الأزمة دي ما كانوش وافقوا إني آجي أنا وهديل عشان أقول لكم طلبات الحمام. وإيه بقى طلباته؟ ماشي، تمام يا هديل، تمام. هديل ترحب بكم وتتمنى لكم إقامة سعيدة بإمبابة، وبتقول إن طلباتهم كالآتي: رقم 1، احترام وجود سكان وأسر محترمة مقيمة بالبرج،
سكان ايه بس؟ هم صدقوا روحهم؟ دول حمام ولا فاكرين نفسهم سكان برج اللؤلؤة؟ مش عايزين فلوس صيانة الأسانسير كمان؟ شوف يا عزوز يا ابني، النظام ما يزعلش حد. تمام يا زلمه. ايه تاني؟ ماشي يا هدير. هدير بتقول رقم 2: ممنوع إحداث إزعاج بالبرج بعد المغرب، لأن الحمام بيرجع البرج المغرب ياكل لقمته وينام نومته علشان يسعى لأكل عيشه في الفجر، مش زي بعضهم. شايف قلة أدابهم مع سيد؟ هي الناس مش هتبطل تبص بصة وحشة للي بيشتغل بالليل؟ لازم يعني أكذب وأقول إني بشتغل ممرضة علشان أرضيهم؟ انت هتقولي؟ تخيل بقى سنجل ماذر ولا سترونج اندبندنت وومن، تعيش ازاي في المجتمع كده؟ معاناة. بس يا نعناع، شوف يا عزوز يا ابني، الحمام برضه ثقافته مختلفة عننا. ثقافته إيه بس يا عم سيد؟ ما هم لسه راجعين من سفرية طويلة وبعيدة، ولا إيه يا مزمزيل هدير؟ صح، محدش لسن عليهم ولا جاب سيرتهم بأياتها كلمة، مع إن الغلط سهل يعني، وقلة الأدب مفيش أسهل منها. خلاص بقى خلونا نخلص. ماشي يا زغلول يا ابني. ايه تاني؟ هدير بتقول رقم 3: الالتزام بقوانين المرور ووضع مطب هوائي أمام البرج وتهدئة السرعة علشان في أطفال بيبقوا في الجو. بيبقوا في الجو إزاي؟ مش في ناس بتهشك عيالها كده؟ هو أي كلام يا عم سيد ولا إيه؟ دول عايزين يتخانقوا، هيعملوا لنا فيها إنجري بيردز؟ ده اسمه جر شكل، وإحنا لا مؤاخذة ما بنتهددش، ومش كل الطير اللي يتاكل لحم، وانتوا لا مؤاخذة طيور، فاهمين يعني ولا ايه؟ فالحين بس يتجوزوا ويضربوا عيال ويطلقوهم في الجو. الأخت مسؤولة حملة تنظيم الأسرة تهدى شوية، معلش عشان بنحاول نحل مشكلة فرعية هنا بس. شكرا. هيا زغلول يا ابني، خلاص كده؟ هدير بتقول عدم استخدام الحرب النفسية أو الاغتيال المعنوي عن طريق تشغيل الأغاني التي تسيء لهم في الفريرة. يعني على سبيل المثال مثلا: يا حمام بتنوح ليه؟ طب احنا حرين ننوح زي ما احنا عايزين. بتغني لمين والمين يا حمام؟ وانت مالك، نغني للي يعجبنا. وبعتنا مع الطير المسافر جواب، واحنا هنشتغل عند اهاليكم. على فكرة بقى الأغنية بتقول ما أنا يا حمام زيك نايح، يعني مش تلقيح ولا حاجة، هما بس اللي منفسنين حبتين. خلاص يا عزوز، ما زنقتش على الأغاني دي يعني، ابقى اسمع الست وخلاص. ايه نايح دي؟ وهم لما جم الصبح بهدلونا وهددونا وبهدلوا الفريرة وعاملين فيها فيلم الطيور بتاع هيتشكوك ده كان حرب نفسية ولا معوية ولا ايه؟ ما احنا بنحلها هو هيصة. اهدى بقى. خلاص كده يا زغلول؟ تقريبا خلاص، ده آخر بند، مع إنه تافه وبسيط بس لازم نقوله. أهادير بتقول إن الخلو مش كفاية، وإنهم عايزينكم تكتبوا عقد إيجار جديد بمبلغ 3000 جنيه شهريا، وإحنا اللي هنشطب. 3000 جنيه ليه؟ اللي معاه قرش محيره يجيب حمام ويطيره؟ إيه ده؟ بتقولي إيه يا هدير؟ هدير بتقول ملحوظة أخيرة، يعني خدوا بالكم إن في حالة عدم قبول بنود كل المعاهدة بدون قيد ولا شرط سوف يتم الاستعانة بحمام السلام المسلح واللجوء إلى كل الأساليب الشمال السابق ذكرها. فهمتم؟ حمام السلام. والله العظيم أنا مش فاهمك يا عم سيد. يعني مش كفاية سمعت تهديداتهم وستهم يبلطجوا ويبيعوا ويشتروا فينا كده لحد ما صغرونا في المطار وبقت سيرتنا على كل لسان؟ لا، كمان أعمل لهم عزومة صلح. ليه كده بس يا عم سيد؟ لو هم نسور في الجو، احنا وحوش في البر وقروش في البحر كمان. دول شوية بلطجية يا عم سيد. 3000 ايه يا جدعان؟ هنجيب لهم منين بس؟ والحمام هيعمل ايه بالفلوس اصلا يعني؟ الحمام بقى مادي قوي. شوف يا عزوز يا ابني،
متأكد يا عم سيد؟ أسد؟ لا طبعا مش هننقله، ده عايز ناس متخصصة، وبعدين بكرة العيد يعني كل الناس أجازة. اسمع يا عزوزي، انا تعبت على ما اتفقت على الشغلانه دي. اخلص عشان احنا معناش ولا مليم ومحتاجين اي شغل. هنسلمه الصبح بدري ونروح نعيد واحنا معانا فلوس. قلت ايه؟ بس مش خطر ده يا عم سيد، ده أسد متوحش. لا لا لا، متوحش مين؟ الاسد ده اهداء للجنينه من زعيم افريقي كبير، يعني اسد مدرب وعلى اعلى مستوى. وبعدين ده مش اسد يعني ده شبل صغير، قطه يعني. ولا انت بتخاف من القطط كمان؟ يلا يا نهار أبيض، ده شبل. يعني شبل ونص كده، مش بالظبط يعني. عزوز يا ابني، الموضوع بسيط. الصبح هنسلمه لجنينة الحيوانات، نقبض فلوسنا ونتكل على الله. طب وهنبيته فين الصبح؟ في القفص بتاعه. سلطان كيوت جدا وهادي، مش هنحس بيه. ماشي يا عم سيد، الأمر لله بقى. أنا عشان تقبضه بس والله، يبقى خلي نعناع تعمل له سندوتشين كبدة ولا حاجة. يا نهار أبيض، يعني إيه مش لاقيين؟ راح فين؟ دي كارثة، وعلى كذا مستوى كمان. طب ما يمكن خرج يشم هوا وجاي. يشم هوا ايه يا بني ادم انت؟ ده اسد مفترس، يعني ممكن ياكل حد ويعمل مصايب وقلق. من الناحية دي ما تخافش يا كابتنة، لو في حد لازم يقلق يبقى الأسد. العيال هنا ما بترحمش، واسألني أنا. يا لهوي، ده زمانه متبهدل على الآخر. تلاقيه مربوط فوق سطح دلوقتي والعيال راكبة على ظهره. انت فاكر احنا حاطينه ليه في القفص؟ دي حماية للأسد مش العكس. طب وبعدين بقى، ده انا ماضي على استلامه، والاسد ده اغلى من الفريرة ومني ومنكم كلكم. يا خرب بيتك يا عزوز. يا ترى انت فين يا سلطان؟ تلاقيه يا حبة عيني ما كلش من امبارح، اخر حاجة سندوتشين الكبدة والسجق والحلاوة بالقشطة. يا خراشي، اكلتيه حلاوة بالقشطة مع سجق وكبدة؟ ده يبقى غالبا مات كمان. يا حلاوة، فاضل ساعة والجنينة تفتح، والأسد لازم يكون موجود. ده هم جايبينه هنا أصلاً علشان العيد، علشان مفيش أسود في الجنينة. هنعمل إيه بس دلوقتي؟ أنا عندي فكرة، بس هي صعبة شوية الحقيقة. الحقنا بيها يا أبو الأفكار. دلوقتي الجنينة عايزة أسد قشطة، ومحدش شاف الأسد ده غيرنا. فل يعني لو ادينا لهم أي أسد هيستلموه عادي. طب وإن شاء الله بقى هنجيب لهم الأسد البديل ده منين؟ من السوبر ماركت؟ لو أنت الصادق هنجيبه من قرية الأسد. حتى بالمرة أنا نفسي في الفطير والعسل. احنا بنهزر. اسمع يا عزوز يا ابني، أنت الأسد. طبعا أسد وسبع السباع كمان. والنبي تستني انت شوية، ما تفهمنا بقى يا عم سيد. أول حاجة هلبسك لبس أسد. هتسألني هنجيبه منين؟ أقول لك نعناع عندها بيجامة بني فرو شتوي آخر شياكة، هنلبسها لك. شوية مكياج من نعانيعه نرسم لك مناخير وشنبات، هيفضل الديل واللبدة. هتقول لي ازاي يا عم السيد؟ عم السيد هيقول لك اللي هو انا. من الفروة البني اللي انت حاططها على طابلوه الفريرة. لا طبعا، اشمعنى انا؟ ما تبقى انت الاسد ولا هيصة ولا حتى نعناع. انا تعبان والله يا عزوز يا ابني، الديسك مبهدلني. عمرك شفت اسد عنده ديسك؟ وبعدين البيجامة مقاسك انت ونعناعة بس، يعني يرضيك نعناعة تبقى مش نغلط. وبعدين معك حق، الامر لله، بس هتطلعوني ازاي؟ يا ده احنا مش هنسيبك، هنفضل في الجنينه لغايه ما تقفل. هيفتحوا القفص يدخلوا لك الاكل قشطه. هيصعب هيشغل الحارس، وانا هقفل القفل اي كلام كده. هيفتكر ان هو اللي قفله، يروح الحارس الساعه 7 و5 هنيجي احنا نفتح ونطلعك، وبارك الله في برزك. الامر لله، منك لله يا عم سيد، منك لله يا عم سيد. انت متأكد يا استاذ سيد ان هو ده الاسد بتاعنا؟ طبعا يا فندم، امال هيكون بتاع مين؟ اصل انا الميل اللي جالي مكتوب فيه اسد هائل الحجم من غابات افريقيا، ومكتوب انه كثير الزئير وفي منتهى الشراسة.
عزوز ده شرس جدا. ايه عزوز ده؟ هو مش اسمه سلطان؟ طبعا سلطان اكيد. عزوز ده نوع وحضرتك هو اسمه سلطان بس نوع عزوز، زي المانجا كده فيه فونس، بس هي في النهايه كلها مانجا اسد من الفصيله العزوزيه. هو انت مش دكتور ولا ايه؟ دكتور طبعا، بس اول مره اسمع عن القبيله العزوزيه دي. مفيش حاجه اسمها كده، وبعدين ده ما طلعلوش صوت من اول ما جه. هي جنينه الحيوانات لا مؤاخذه في كلمه اسمها ايه بالانجليزي؟ زو، صح؟ طب وجمعها زوز، مش كده؟ واحنا بنودي الحيوانات فين؟ عزوز. شفت بقى؟ نظريه برضه. طب ما بيطلعش صوت ليه؟ ده شكله اسد بلدي. اولا حضرتك ما فيش اسود بلدي دلوقتي. عارف بكام الاسد البلدي دلوقتي؟ ايه ده؟ ده بيعوي، المفروض يظهر. معلش اصل كان عندنا نقلة ذئاب للجبل فتلاقيه لقط منهم. معلش حضرتك تمضي لي هنا وتحاسبني عشان الحق اخد العيديه وكده يلا 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 يا ابو السلاطين، بالليل بقى هندخلك نرمين. دي اقوى واشرف انثى عندنا، محدش عارف يلمها. قتلت الذكر اللي قبلك وكلته، انت بقى جاي بداله. ورينا شطارتك يا بطل. عشان خاطر عم سعيد ابوس ايديك اوعى تتاخر عليا، الاحسن دول هيدخلوا عليا نرمين اشرس واقوى انثى عندهم. مين يا عزوز نرمين دي ان شاء الله؟ عارف يا عزوز لو بصبصت لها وديني لا. بصبص ايه يا ستي؟ دي اسد. هنشد احنا بقى لحسن الجنينه هتفتح خلاص. مع السلامه يا عزوز. عزوز يا ابني، خد بالك من نفسك، ما تخافش يا حبيبي، هطلعك منها. عيب، انا عمري وعدتك بحاجه وصدقت. طيب مستنياك يا عزوز لاخر العمر، هفضل مخلصه لك. الزياره الجايه هجيب لك عيش وحلاوه. مع السلامه يا عزوز، مع السلامه يا عزوز. ايه الهبل ده؟ مش كلها كام ساعه وتيجوا تاخدوني؟ عم سعيد ابوس ايديك عم سعيد، اوعى تلخبط في اي حاجه عم سعيد. الأسد أهو، يلا على الأسد، يلا نروح. يلا يا حضرات، الجنينة قفلت يا حضرات. يلا قبل ما نفتح. عزوز يا ابني، احنا غفلنا الحارس وباب القفص مفتوح. الساعه 7:05 بالظبط تطلع هنا تستنانا. اوكي ماشي؟ ابوس ايديك عم سعيد، اوعى تتاخر ها، لحسن هيدخلوا عليا نرمين. ابوس ايدك. عزوز يا ابني، عيب، انت في ايد امينه. سلام بنوي. امين امين، بس ده انا العيال شلفط وشي خالص. انا هموت من التعب. طب ما انا ممكن اريح لي الساعتين دول على ما يجوا. صح. شفت يا تفكير عمك سيد؟ قلت لك ما تخافش، اخرج بقى من القفص. الحمد لله على السلامه يا كابتن. اوعى تزعل مني عشان رميتك بطوبه، ده انا كنت بسبق لك الدور. ايوه كده، اطلع كده. انت مالك تخنت كده ليه؟ انت وقعت اللب ده بردك؟ عزوز انت بتعمل ايه كده؟ ايه ده؟ مش عزوز، احنا شكلنا كده خدنا نرمين. نرمين لا.
يلا بقى وريني هتخرج من خانة اليك دي ازاي بقى بالزياط بتاعك. قفلت يا حلو. لا لا يا كابتن، انت بتقرص ومش عايزنا زيت؟ لا، ده انا زيت وزيت واجيب ناس تزيد كمان. سيد يا سيد، سيد يا سيد. ايه ده يا ياسر؟ معقول؟ انت بجد جايب ناس تزيط؟ دول شكلهم جايين لعم سيد، مش سامعهم وهما بيقولوا سيد يا سيد. صحيح. كلم عم سيد، ناس قرايبك فرحانين بينادوا عليك اهم. لا ابدا، ده الالتراس بتاعي جاي يشجعني وانا بقرط على العفشه. قرايبي مين يا جاهل منك له؟ ده فرح. والفرح ده جاي علينا كده ليه بالحماس ده؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أؤمري. الأمر لله يا حبيبي، روح العب مع صاحبك بعيد. هو أنت صاحب التمنية دي يا عسل؟ تمنية يا فنانة، انت جاية مقلة؟ الكابتن يبقى صاحب وقائد الفريرة. فريرة ولا شخليلة؟ والنبي ما حد خايل عليه القيادة غيرك انت يا عسل. يلا نهايته، احنا عايزين نحمل جهاز العروسة بتاعتنا عليه. نعم، الفريرة F17 تنقل جهاز عروسة ليه؟ من قلة شغل يعني؟ شوف يا عزوز يا ابني، هو من قلة شغل فعلا. خليك فير في انفعالك. لا يا عم سيد، لا يا عم سيد، لا، ده انا جوع اكلها بدقة اتقشف، بس ما هنش الفريرة ولا اقلل من قيمتها ابدا. تقلل قيمة مين يا واد؟ ما تقف عينك وتتكلم عادل، انت مش عارف انا مين ولا ايه؟ لا طبعا عارف الفنانة فاطمة عيد، صح؟ بس برضو انا لا يمكن اوافق ان انا المعلمة ام ضبش. ما سمعتش كمان عن المعلم ضبش؟ فتوة امبابة وكبيرها وحاميها وحراميها. معلم ضبش، هو في حد ما يعرفوش يا ام الغالي؟ ربنا يفك سجنه بقى. لا ما هو خرج وفرحه كمان اسبوع ان شاء الله اول ما يخلص المراقبة اللي عليه، وادينا بننقله الرفايع اهو. ولا رفيع ولا تخايل. انا لا يمكن انزل بمستوى الفريرة واقبل اشغلها عربية كارو بالاجرة. انا الكابتن. ايوه يا ضبش، ضربت مين تاني يا واد؟ احنا ما صدقنا خرجت من القضية الاولانية. طب مات غيبوبة؟ طب الحمد لله ربك ساتر. امسك نفسك بقى اليومين دول، فرحك قرب. انا خلاص بتفق اهو. طبعا يا حبيبي، لو حد زعلني هكلمك على طول. امال ايه؟ سلام يا قلب امك. حضرتك يعني يا معلمة ام ضبش، انا كنت بس عشان الوزن يعني، انما لو رفيع زي ما حضرتك بتقولي عادي، هتبقى خفيفة يعني وهتبقى رحلة ظريفة جدا. ولا يا رجالة؟ يا اخوانا مش هينفع كده بقى والله، الوزن كده زيادة. البحر يحب الزيادة، قول ما شاء الله. ولما يعني حضرتك نقع في البحر اللي بيحب الزيادة ده هيبقى زي الحال 3 مراتب ازاي بس؟ 5 ومخدتين يبقوا 5. ما تصلي على النبي كده. اللهم صل على النبي. ده نظام سفنكي ده يا اختي ولا سوست؟ يا سوستي ومساعديني يا أمه. اتدلع يا عريس يا ابو لسانايلو. لا انا بحب سيد. قصدي يعني اغنية سيد يا سيد. وماله يا حبيبتي؟ سيد يا سيد، سيد يا سيد. ايه الاخبار يا سيد؟ ايه الصوت ده يا سيد؟ شوف يا عزوز يا ابني، اظن المروحه اليمين وقفت. الوزن تقيل على الفريره ولازم نتخلص من حاجه. قوم ارمي النيل شادي هيصحى. لا البليش، امال الواد يتجوز ازاي؟
هو الواد هيتجوز في النيش؟ المعلم ضبش على سن ورمح يخش من غير نش. مش وقت اكروبات خالص دلوقتي، وسن ورمح والكلام ده، احنا في السيرك. مش انت اللي بتقول نرمي النش؟ ها؟ انت عايز الناس تاكل وشنا؟ مش احسن ما السمك ياكل وشنا؟ يا ست هنقع في البحر. الا النيش دي سمعة العين. طب استأذنك انا نرمي النيش ولا ايه؟ ارمي يا ابني النش في 60 داهية. ايه تاني يا سيد؟ شوف يا عزوز يا ابني، اظن ان المروحه الشمال وقف ولازم نتخلص من حاجه تاني. ارمي المراتب يا كابتن. مراتب ايه اللي ترميها يا منيل على عينك؟ لا يمكن، دي مراتب مفتخرة، طبقة سفنج، طبقة لاتكس طبيعي، طبقة قطن مستورد عالي الجودة، تلبي جميع احتياجات البيت المصري الحديث وتصلك أينما كنت. سعر المنتج ثابت، سعر الشحن ثابت أينما كنت. طب لو قلت عشان خاطري أولع فيها بجاز. ارمي يا ابني أينما كنت. الفريرة بدأت تقلقني قوي، الوضع شكله بقى سيء. سيء يا سيء، سيء يا سيء. شوف يا عزوز يا ابني، الوضع فعلا سيء. اخشى ان اقول لكم اننا تخلصنا من كل حمولة الفريرة ولسه في وزن زيادة. يعني ايه يا عسل؟ استأذنك تلبسي الباراشوت، ده هياكل منك حتة. نعم؟ انتوا اتجننتوا؟ عايزين تموتوني؟ لا حضرتك، احنا اوريدي بنموت كلنا از وي سبيك. طب اشمعنى انا؟ بطلت انت يا عين امك. انا القائد، وربان السفينة يذهب معها الى القاع. بس دي مش سفينة. بس ذاهبة الى القاع اهي، اخلصي بقى ونطي. طب ما تنط انت. وانا مساعد القائد ومساعد ربان السفينة يذهب معاه الى القاع، يمكن يعوز حاجة. يا اختي انت اتقل وزن فينا، يعني انت اللي لازم تنطي. اتقل مني يا عصفورة، ده تتفصلي مني 2. ده انا 45 كيلو. يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي، بس الكاميرا في الكرتون يعني هي اللي بتدخل 60 كيلو. مش وقته خالص دلوقتي، احنا مش في برنامج ذا بيجست لوزر. الفريرة بتقع. وانا لا يمكن انط ابدا. طب ولو قلت لك ان هنط معاكي؟ اذهب معك الى القاع. ما نطيتيش ليه يا شقية؟ نط انت الاول. لا نطي انت الاول. طب ما تيجي نعد 1 2 3 وننط سوا. يلا يا مدام لبنى عبد العزيز، الفريرة بتقع، مش وقته. 1 2 3. سيد يا سيد. ما ذهبتش معاها الى القاع يعني يا عم سيد؟ شوف يا عزوز يا ابني، القاع زحمة وانا بتخنق. هي حظها وحش في الحب صحيح، بس حظها حلو قوي في القاع. نزلت على المرتبة المفتخرة. سيد يا سيد.
طقم طياره ايه اللي انت عايزه تاني يا كابتن عزوز؟ هي منظره فارغه وخلاص، ولا احنا قصرنا معاك يعني في اي حاجه؟ منظرة ايه يا غبي انت؟ وانا بقول ان البت جهاد بنت خالتي جالها طقم طياره وانا مش اقل منها؟ انا بقول لازم نعين ناس معانا. احنا عندنا طلعه مهمه يا جماعه، هنودي طلبه المدرسه اللي جنبنا رحله الاقصر واسوان، ولازم الفريره تبقى فول كرو، طقم كامل يعني. طقم كامل كمان؟ ليه؟ بنجهزها؟ ما احنا طقم حلو في نفسنا وزي الفل، مالين عليك الدنيا ولا لا؟ انت ليه محسسني ان عايز اخويك او قررت اجيب لك مرات اب؟ يا يصح احنا قليلين. فشر، احنا مش قليلين يا عزوز، احنا ولاد ناس ومقصلين، غيرش البخت بس. يا جماعه انتوا ليه واخدين الحكايه في سكه فيلم الخطايا كده؟ الحساسيه المفرطه دي طافحه على المخ خالص، افهموني بقى. انا اقصد يعني اقول ان احنا عددنا قليل ومحتاجين ناس تساعدنا. وانت كنت طلبت مساعدة وانا قلت لا. طب اطلب انت بس اي حاجة وشوف كده. يا ستي روحي بقى كده، اطلب اي حاجه؟ ده انا طالب واحد شاي بلبن من وانا صغير ولسه ما جبتهوش. يا لهوي، لا ده انا اجيب لك شاي بلبن العصفور. لبن العصفور؟ ده ايه القرف ده؟ يا ناس افهموني بس، احنا محتاجين ناس معانا، كل طياره لازم يبقى فيها كابتن طيار انت، ومساعد طيار انا، وظابط اول عم سيد، وظابط تاني انت، وظابط تالت انا، ومهندس طيران. عم سيد دي الهندسه دي لعبته بقى. وظابط الحموله. انا، ده التحميل ده لعبتي بقى. ظابط المحاسبه. انت، دي المحاسبه دي لعبتك بقى. حسبت على المشاريب بالمناسبه. ومضيفات. عسل. شوف يا عزوز يا ابني، طالما قلت مضيفات تبقى بتتكلم صح. رايت. مضيفات؟ امال انا ابقى ايه؟ مدربة تنمية بشرية؟ لا يا نعناعه، انت مضيفه واحده بس، واحنا عايزين مضيفات بصيغه الجمع المؤنث السالم. ولازمتها ايه الزحمة دي؟ انت مش عارف ان السترونج اندبندنت وومنز بيبقوا مالتي تاسكينج ولا ايه؟ ده انا طول عمري تلاقيني كده بذاكر للواد واشطف البيت واطش الملوخيه واغير الملايات واتخانق مع الجيران واكتب بوست على الفيس كده وانزل صوره على الانستا واواتشي على الرز وارسم الايلاينر، كل ده وانا بنزل صينيه المشاريب للزباين. ليه؟ انثى الاخطبوط من الراس قدميات يا نعناعه يا حبيبتي. انا يا عزوزتي، يا اخيرا نطقتها. يا نعناع يا حبيبتي، طول عمري وانا بحلم بالنجاة. بس بقى اهدي بقى. انا اسف يا ستي، انا اقصد يعني يا نعناعه يا مضيفتي، انا عايز اريحك. يعني افرضي بقى وانت واقفه كده بتقلي الطعميه في ديل الطياره كالعاده، مين اللي هيشوف طلبات الركاب؟ مين؟ مين؟ قولي انت مين؟ لا انا بسأل على السنيورة اللي وراك دي. مين العسلية؟ بونجور، I'm here for interview. يا ترى وظيفة المضيفة في الفريرة لسه فاضية ولا حد تعين؟ حد تعين وش حالا. نعناع روحي مع الأمورة. اسم العسلية ايه؟ ياسمينة؟ طبعا ياسمينة مش نعناعة. فرق منطقي جدا بين النباتات. مع ياسمينة يا نعناعة يلا اديها يونيفيرم الفورتيكا، قصدي الفريرة، وخديها في جولة إرشادية، بس مش وش لحسن تتكسر مني. تعالي. شوف يا عزوز يا ابني، الياسمين دي حاجة مفتخرة جدا. اسمحوا لي اروح اعمل لكم الفرباتشينو اللي انا مشهورة بيه عشان ابهركم. لا ما تتعبيش نفسك خالص، احنا مبهورين من غير حاجة. والله احنا حاسين اننا احنا اللي مقصرين. عسل وسكر كمان. والله العظيم البت دي فيها إن أنا من أول ما شفتها وأنا قلبي مرتاحش. ومين سمعك يا نعناع؟
انا كمان من اول ما شفتها وانا قلبي مرتاحش. ما تنشف كده يا ابو الكباتن، مالك؟ انا قصدي ان البت مريبه، ما تطمنش، طاقتها وحشه. طب لعلمك بقى، احلى حاجه فيها طاقتها. صح. اخر انت ما نزلتش عينك من على طاقتها من اول ما جت. طب والله البت دي مش تمام. انت غيرانه يا نعناعه؟ لا طبعا، انا اغير من انثى بعوضة الانوفليس دي؟ شوفي عزوز يا ابني، نعناعه شكلها غيرانه. قلت لا. الله، انا ما بغيرش الا من رجلي على فكره. غيرانه من ايه يا نعناع؟ ده انت الاصل. ما قلنا مش متزفته غيرانه. الله. طب روح بقى يا نعناع اعمل لنا دور شاي. خلي القردة اللي جوه اللي باظت من كتر الشد والشفط والحقن تعمل لك. ها؟ الغيرانة قال فشر. اموت في المانجا. الشاي. ايه يا بنت الشاي البارد ده؟ ايس تي. ايس تي؟ ايس طبعا طبعا. نو 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 نو، ايس تي يعني شاي بارد يعني. شوفي عزوز يا ابني، مع اني ما كنتش عارف هي بتقول ايه، بس انا كنت موافق. سندوتشات السجق. سندوتشات السجق؟ واحنا طايرين كده سجق يا نعناعه؟ سوسج. ايوه كده، هو في طيران في الدنيا من غير سوشي؟ ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ انا اظن ان نعناعه بتفرم ياسمين. انطقي يا بنت، مين اللي بعتك؟ يا بنت انطقي بقولك. بالراحة عليا. بس في ايه يا نعناع؟ في ايه؟ عملت ايه العسلية غير انها علمت عليكي يعني؟ العسلية قفشتها وهي بتعطل أجهزة الطيارة وبتكسر المروحة الشمال وبتشق كراسي الفريرة بموس وبتخرم أرضية الطيارة عشان نغرق. الا الكلام ده صحيح يا عسليه؟ قصدي يا ياسمينه. ولا تكونش نعناعه بتنفسن عادي؟ الايد اللي بتعمل التفتيش ده الحلو ده لا يمكن تخرم ولا تكسر ولا تخرب ابدا ابدا ابدا. يا بنت انطقي بدل ما خليكي تنطقي بطريقتي، والنعمة خلعلك ضوافرك الأكريليك الحلوة دي ضافر. لا والنبي خلاص، والنبي حرام. انا هقول كل حاجه. انا اصلا اللي بعتني المعلم عصفور الطاير، صاحب شركه طيران بص العصفوره. ايه ده؟ والمعلم عصفور بيزودنا ليه كده؟ عشان زي ما انتوا عارفين كده يعني بالصلاه على النبي ان السوق نايم وما فيش شغل، واما سمع انكم جالكوا شغل رحله الاقصر واسوان بعت نخرب الفريره دي عشان الشغلانه تطير منكم وترسى عليه هو، وبعت لكم السنيورة وقال لكم بصوا العصفورة. يا أفوات. ايه؟ قلت ايه؟ يا بهوات. اخص على مغفليني، دي اتعملت يجي في 80 فيلم عربي قبل كده. احنا محقوقين لك يا نعناع. شوفي يا عزوز يا ابني، احنا ملناش الا نعناعه. حبيبتي يا نعناعه، سترونج اندبندنت وومن بصحيح، تقلي قرنبيط وتدق توم وتخلي البدنجان وتنفسن من الفورتيكا وتنقذ شغلنا بايد واحده. مش بقولك مالتي تاسكينج؟ يبقى بكده بقى المعلم عصفور هو اللي بدأ بالشر والبادي أظلم. نعلم لك عليه ويكفي شويه. ننتف له حواجبه. لا، احنا لازم نحرمه من أعز ما يملك. احنا ناخد العسلية لينا كلنا خالص ونشيع له نعناعة ليه لوحده خالص.
يا ابو الكباتن، الله عندنا رحله ومتاخرين. يلا واحد شرم، يلا يا ابو الكباتن واحد شرم، يلا يا جدعان، يلا واحد شرم. السيدات والسادة، كابتن عزوز صاحب ومدير وقائد الفريرة F-17 يرحب بكم ويتمنى لكم رحلة ممتعة على متن عزوز إير. ورحلة اليوم والمتجه إلى مطار شرم الشيخ سوف تستغرق لو السكة ماشية والطريق سالك يعني والدنيا حلوة بعون الله كده حاجة بتاعت ساعة ونص. جو النهاردة يا جماعة شكله مخيم شوية وناوي يقلب، فربنا يستر طريقنا بقى وما تمطرش عشان المساحات بتاعت الطيارة مش شغالة وهنزعل. نحب نلفت نظر حضراتكم إننا في رحلتنا سوف نحلق فوق العديد من الأماكن السياحية الخلابة والمثيرة للاهتمام، مثل جزيرة الوراق، كوبري عبود، سور نادي الزمالك، الطريق الداير والماريوتية. استمتعوا، نتمنى لكم رحلة سعيدة وتوصلوا 1000 مليون سلامة إن شاء الله، واللي له نصيب. شوف يا عزوز يا ابني، اللي له نصيب في حاجة هيشوفها. إيه ونعم بالله يا عم سيد، أهي أيام وبنقضيها. شكرا لاختياركم لعزوز إير، واسترها معانا يا رب. انا عايز افهم حاجه، مضيف انا ولا فسوخه؟ مش البقين بتوع الاستفتاح دول من صميم اختصاصي ولا ايه؟ ولا انا كنت سبت شغلي ونصبيتي وناسي واهلي وقبلت الوظيفه دهيا علشان تيجوا انتوا في الاخر كده تهمشوني وتتخطوني بالاسلوب ده؟ ولا عشان يعني انا ست في مجتمع ذكوري ظالم ينحاز بس للذكر؟ بس ايه يا نعناع على الكلام الكبير اللي مش لايق على كوبايه السحلب اللي في ايديك دي؟ ذكوري ايه وتهميش ايه وتخطي ايه بس؟ انت كنت سهرانه قدام المسلسل مدبلج ولا ايه؟ شوف يا عزوز يا ابني، المرأة نصف المجتمع، معروفة. احلى نصف والله يا عم سيد، واحنا نستغنى عنك برضه يا نعنوعه. طب يمين ثلاثه ما حد قايل تعليمات السلامه دي غيرك. ما تهدى يا عم الفيمينست انت كمان، انا كنت بفرش لك بس يا نعناع، بسخن الركاب. يلا خدش بالتعليمات. أعزائنا المسافرين، لسلامتكم وراحتكم نرجو التقيد بالإرشادات والتعليمات الجاية دهيا الله. قبل ما نشد ونتوكل بالسلامة نتأكد مع بعض بالذوق كده هون من كذا حاجة. يا سلام كده هون، الله في كده رقه. أول هام إن الهانج باد اللي معاك دهيا ولا الكيسة السمراء ولا البوك ولا هاو ايفر كان ايه يبقوا لا اما متكمرين تحت الكرسي لا اما محطوطين في الصندرة اللي فوق دهيا، وتفسها لجوه كويس لحسن تقع على نافوخ حد تزعله. تاني هام ممنوع استخدام المحاميل نهائي طول الرحلة، واللي هيتقفش به هسلته منه وش اديني قلت اهو. اوه وايلد قوي، شرسه. تالت هام نربط الحزمة بالجامد. تسألني وده يتربط ازاي يا نعناعة؟ اقولك يا سيدي، الحزام ده هون لما تبص عليه كده هون هتلاقيه ليه بوزتين، بوزة ذكر وبوزة لا مؤاخذة انتاية، تعشقهم في بعض عاشق ومعشوق وتقرت عليهم حلو. رابع هام ممنوع التعفير هنا خالص ولا التنفيخ حتى، غطا تانك البنزين ضايع واي شرز ممكن يمسك فيه يدشملنا. بموت في صرامتها. خامس هام في حالة انخفاض الضغط في الفريرة والعياذ بالله هتلاقي قدامك باكل بان فري، ده زيه زي ماسك الاكسجين تمام بس في الملموم. سادس هام تطبيقا لقوانين الطيران فوق الماء توجد عوامة بطة لكل مقعد، ساعة الخطر هتديك الإشارة تلبس العوامة من جهة الرأس، قبل ما تنط انفخ العوامة نفخة حلوة واقفل البلب واقفل مناخيرك واتكل على الله. في حالات الطوارئ هتسمع صريخنا. ألف بعد الشر عليك يا نعنوعة. ابدأ انفخ انت ساعتها، اقلع لا مؤاخذة الشوزة وسيب الهانج باد وزاحم بقى عند أي باب كده، يمكن ربنا يريد ويكتب لك عمر جديد. يلا
البند الأخير وده المهم، في حالة رغبتك في التبرع يرجى وضع المبلغ في الصندوق اللي بجانبك أو في الزاوية اللي في آخر الطيارة قبل الديل على طول. شركة عزوز إير تتمنى لكم رحلة سعيدة. Thank you for calling and bon voyage. ايه ده هيصة؟ بقى كل الخطبة العصماء دي على راكب واحد بس؟ امال الشبورة اللي انت عاملها لنا من الصبح في المطار والطيارة فاضية ورا حضرات والكنبة اللي ورا 4 وسعوا لبعض وعدية قبلة ويلا واحد شرم واحد شرم واحد شرم، ده كان ايه؟ ما واحد شرم اهو يا كابتن عزوز، مالك؟ ماني؟ انت كمان بتبجح؟ ما تيجي تشوف يا عم سيد. خلاص بقى يا عزوز، احنا في الجو، لينا مطار نتخانق فيه. بارك الله فيما رزق، ربنا يطرح فيه البركة. يطرح فيه البركة ازاي يا عم سيد انت كمان؟ يعني هيتكاثر وهو قاعد، هيولد، هينشطر، هينقسم. شوف يا عزوز يا ابني، لا تستوحش طريق الحق لقلة السالكين. طريق الحق ايه بس يا عم سيد؟ احنا في طريق شر، هو اي كلام وخلاص. يعني اعمل لك ايه يعني؟ الم لك ركاب من على القهوه ولا ثبت لك الناس بالسلاح عشان يركبوا معاك غصب؟ ولا نبطلها بقى خالص يا عم عزوز؟ نبطلها بقى ونجيب موافقه. مساء الخير يا جماعة، أنا آسف إن أنا جيت في وقت غير مناسب. أنا في الحقيقة جاي أخطف الطيارة. عشان كده مش عايز ولا كلمة ولا نفس، ومحدش يتحرك من مكانه. قلت لكم الطيارة دي مخطوفة وانتوا رهاين عني. لا أنا قلت أبخر بقى عشان نكرش الشيطان اللي بينا. عاجبك اللي بيقولوا ده يا نعناعه؟ إيه ده؟ هو في إيه؟ أنا بقول لكم الطيارة مخطوفة، أنا خاطفها. والله العظيم الطيارة دي أنا خاطفها، ومعايا حزام ناسف أهو. وحدوا الله يا جماعة، ده احنا عجل على طريق. عجل ايه بس يا عم انت كمان؟ مش هتنسى جو الموقف اللي انت كنت فيه؟ احنا في طيارة. والله الطيارة دي أنا خاطفها، ومعايا حزام ناسف أهو لو مش مصدقيني. وأي حركة هتعرضوا حياتكم للخطر. شلاها طياره. كل عيش يا هيصة، كل عيش واصطبح وقول يا صبح. ممكن تسكتوا شوية عشان أعرف أهددكم بقى؟ أوف، مش معقولة كده يا إخوانا، لازم يبقى في احترام بين الخاطف والمخطوف. هو في إيه؟ مش عارف أقول كلمتين على بعض. انتوا ما تعرفوش تتخطفوا في هدوء؟ ما عندكوش نظام خالص؟ نسمع بعض يا إخوانا. بوظتوا لي الدخلة الدرامية اللي أنا كنت عاملها. يلا من الأول. ولا حركة ولا نفس. أنا خطفت الطيارة دي ومعايا حزام ناشف أهو أهو، وأنتوا رهاين عندي، وأي مقاومة هتعرضوا حياتكم للخطر. الطيارة دي يا إخوانا هتغير مسارها فوراً وهتتجه على مطار قبرص. عايز أعمل سبرايز، يعني مفاجأة لطريقتي القبرصية وأردها بالقوة. قبرص مرة واحدة عشان نرقص ضربه ونخربها هناك يا نعنوعه. ايه ده؟ احلى دعايه ممكن تتعمل للفريره دي يا رجاله. لا وايه، دعايه مجانيه ببلاش وشهره وصور وهاشتاج. بالحق، يلا ناخد سيلفي الخط. يا سواق فريره ودينا جزيره. إيه الجنان ده؟ خلاص يا جماعة، خلاص خلينا زي ما احنا. شرم شغال. يا سواق يا جنان ودينا اليونان. سواق يا جنان؟ لا خلاص بقى، انا هبقى ارد طليقتي وقت تاني. احنا لسه في شهور العده. على العموم، يا نهار اسود، دول مجانين دول ولا ايه؟ يلا قبل ما يوم ودينا على قبرص. يلا يا عم سيد بقى، شغل الGPS واكتب قبرص، ولا ابعت لك لوكيشن. شوف يا عزوز يا ابني، مفيش أحسن من الطرق التقليدية القديمة. قديمة يعني إيه؟ ما عندناش GPS؟ انا عايز اروح. ما هي نعنوعه امرت تقفل المحاميل والاجهزه، واحنا استحاله نرفض لها اي طلب. محاميل ايه انت كمان؟ انا بتكلم عن اجهزه الطياره اللي بتحدد موقعنا وتعرضه على شاشه الخرائط. الشاشة أنا وصلتها باللاب عشان أشوف الحلقة الهندي. نعم. طب ونظام تجنب التصادم المتوصل بيه، ورادار الطقس، وأنظمة التحكم بالطيران، والصندوق الأسود. الصندوق الأسود خزنت فيه التوابل وحتت المطبخ.
لكم المطبخ والحمام، بس روحوني والنبي، انا عيل والنبي يا ست، انا عيل يا عم، انا عيل يا عم. يعني لولا الاوتو بايلوت اللي عم سيد شغاله كان زماننا ضعنا. شوف يا عزوز يا ابني، الا ايه الاوتو بايلوت ده؟ الطيار الآلي يا عم سيد اللي انت شغلته لما دخلتنا هنا. انا ما شغلتش حاجه، انا قمت عادي. قمت عادي؟ ايه؟ امال مين اللي سايق الطياره؟ زي ما توقعت، الفريره زي الفل، ما فيهاش كلمه، استعمال طبيب. احنا جايين نفصلها يا عم سيد، ولما هي زي الفل وقفت بينا ليه في عرض البحر؟ شوف يا عزوز يا ابني، واضح ان الفريره قطعت بنزين. نعم، قطعت بنزين ازاي؟ هو انا مش اديتك فلوس علشان تفول قبل ما نطلع؟ ايوه، طب ما انا ايه ده؟ انت كان قصدك افول التانك؟ انا افتكرتك قصدك افول يعني اجيب سندوتشات فول، يعني احنا بنقولها كده. سندوتشات فول ب 500 جنيه؟ مش الزاد والزواده في طريق السفر؟ زاد وزواده ب 500 جنيه يا عم سيد؟ لا، الزاد ب50، الزواده هي اللي حراقه حبتين، قطعت لها 430. هتقولوا بقى 20 اديتها للواد اللي كان بيعمل السندوتشات بقشيش، ولا ما ادلوش؟ يعني ايه؟ هنبات هنا في عرض البحر؟ انتوا عارفين ده معناه ايه؟ ايوه طبعا، معناه للاسف ان المسلسل الهندي هيفوتني، دي الحلقة الأخيرة. يا رب صبرني، صبرني يا رب على ما بلتني. واحد جاب ب 500 جنيه سندوتشات فول بدل ما يفول التانك، والتانية خايفة نغرق للمسلسل الهندي يفوتها، والتالت مسقع وعامل فيها سايح إيطالي وقاعد يصطاد وسط ده كله. يا كابتن عزوز، الزياط ده مفيش اسهل منه، بس الحقيقه ان بينما انت تلهو انا قاعد هنا اصنع المجد. وصنعته ولا لسه؟ هصنعه، بس اول ما اصطاد لما السناره تغمز هصنع لكم مشوي ومقلي وكل اللي نفسكم فيه. أنا نفسي في نص جمبري مقلي راس وديل. يا لهوي، عناية يا نعنوعه، ده انا طول عمري نفسي انك تطلبي مني اي حاجه. الله الله، اللهم صل على النبي، على وشك اهو يا وش الخير، السناره بتغمز اهي. ايه ده؟ ايه ده؟ فانوس رمضان. يعني معلش برضه، يعني حضرتك مين؟ يا جماعة الغباوة دي، ما أنا بقالي ساعتين بقول وبعيد. المفروض تكون استنتجت، يعني طالع لك من الفانوس. هبقى إيه؟ عفريت الفانوس يا باشا. يا باشا، وايه بقى صبيت لبيت دي؟ هي مش كانت زمان شبيك لبيك؟ قال لا، مش طالع لك من البحر يا باشا، مالك؟ واسم الكريم ايه لا مؤاخذة؟ هو انتوا ليه محدود الذكاء كده؟ عفريت يا باشا، هيكون اسمي ايه يعني؟ واضحة. خدامك هيثم، أمره كل واحد له أمنية واحدة بس. ما تخلص يا اخويا، احنا هنقضيها ضحك في الورطة المنيلة اللي احنا فيها دي. انت يعني عاوز تقول انت فعلا تقدر تحقق لنا اي امنية نطلبها؟ والله العظيم هقفش وارجع الفانوس تاني. ايه يا اخوانا الهري ده؟ دي انت شغلانة اي عفريت في الدنيا انه يحقق اماني. امال انا بقول امر ايه؟ جاي ياخد الاوردر مثلا، انجازوا بقى. يعني حضرتك اي حاجه بدون نرفزه والنبي. طب السلام عليكم. استنى بس يا عم، لا الكلام اخده عطا يا عم هيثم، والموقف برضه يعني غريب وملخبطنا، اعذرنا معلش يا ابو هيثم. ما غريب الا الشيطان يا اسطى، مالك؟ ده موقف كليشيهي اتهرس في 50 فيلم قبل كده. عارفين هتطلبوا ايه ولا اجيب لكم منيو؟ ها هتطلبوا ولا ايه؟ هطلب ايه اللي هطلب؟ ده احنا وقعنا من السما وانت استلقيتنا. لا يا برنس، ما تقولش كده، العفو، احنا اخويا تؤمر. الامر لله. بص بقى، انت شكلك ابن حلال، طلعت لنا في لحظه خطيره جدا. شوف يا سيدي، دلوقتي الوضع زي ما انت شايف كده صعب جدا، تايهين في البحر والفريره عطلانه ومش عارفين بقى يا عالم حد هينقذنا ولا ينجدنا ولا ايه. وانا علشان ما نموتش من الجوع هنا كنت بحاول اصطاد اي حاجه من البحر عشان ناكلها، وما اصطادتش حاجه والطعم خلص خلاص.
وإيدي أنا عفريت الفانوس مش ريام سعيد. اطلب اللي أنت عايزه من غير جو الصعبانيات ده. قول عايز إيه وش؟ موقف زي اللي احنا فيه ده هكون عايز ايه بالعقل كده؟ طعم طبعا، وطعم كتير، وعايز بوكس اخزن فيه السمك عشان ما يبص. بيت وبيت